السلام عليكم اخواتي. اليوم جبت لكم فكره من الافكار اللي نقدروا نستعملوها في الحفلات تاع الاطفال تاعنا. حنستعملوا مع بعضنا. دوك نشوفوا الفكره مع بعضنا. انا هنايا حنستعمل هذا المول تاع نصف دائره، صح. راح نستعمل مش الكبير خلاص، وكاين الصغير وكاين اللي فوقه، كاين هذا وكاين الاكبر. عندي انا الشكل هذا. هنايا راح نستعمل، هنايا عندي كميه من هذا او الارز اللي يتباع في المحلات، يستعملوه كيما الكورني فليكس، تشريوه الثمن تاعو موش غالي بزاف. هاو الشكل نتاعو كيفاه يجي. هنا عندي كميه من الشوكولا عادي ذوبتها، وعندي هاد الحلوه حلوه تاع الكراميل. هذه الذوق تاعها يجي كيما النوكا البيضاء اللي فيها الكاوكاو. دوك نعت لكم كيما نقولوا الكيس تاعها. هذه اللي حنحشي بها. هاو الشكل تاعها خليتها في الكيس. ها هي كي مكتوبه حلوه الكراميل طريب بذوق فول سوداني، كيما نقولوا بنكهه فول سوداني. هاو الشكل نتاعها كيفاه يجي. الذوق نتاعها قلت لكم يشبه بزاف، يعني تقريبا نقولوا تقريبا نفس الطعم تاع النوكا البيضاء اللي تجي فيها الكاوكاو، اللي تقريبا نعرفوها دائما تكون بزاف في رمضان. هذا هو الشكل نتاعها، راكم تشوفوا فيها او فيها الكاوكاو داخل. انا هذه دوك نذوبها نحطها في الميكروويف يذوب لي. هنا نروحوا للمرحله الاولى. هنا ندير كميه. انا هنايا ما عنديش مقدار محدد لانه حنستعمل كميه صغيره. نتوما هنايا واش كيما نقولوا الكميه على حسب واش راح ديروا، المناسبه اللي ديروا كميه كبيره ولا غير حفله لوليداتكم في الدار. ندير كميه ونشوف الطريقه هذه. هنا عندي شوكولا سوداء، الشوكولا تاعي هنا قلت لكم ثاني كميه تحكموا فيها نتوما على حسب واش راح تخدموا بالضبط. هنايا نبدا نضيف كميه من الشوكولا تاعي بالطريقه هذه. نغطيوها كامل بكميه من الشوكولا. نزيد شويه شوكولا. نحاولوا نفيدكم بافكار هكا الحفلات للولاد الطريقه هذه. وهنايا نحكم المول تاعي، ندير كميه. هنا نحاول اني ندير كميه ما تكونش كبيره بزاف. هنا نستعين بمغرف صغير. هنا من الاحسن نستعينوا بمغرف صغيره باش تعاونكم، ونحاولوا انكم تخليوا الفراغ في الوسط باش نحشيو الحلوه تاع هاد الكريات بالحلوه هذيك تاع الكراميل بالطريقه هذه. هي دوك تتماسك لانه فيها الشيكولا، دوك تعاود تتماسك بمجرد ما تبرد، تعاود تتماسك بالطريقه هذه. نحاولوا ولا بكاس هكا صغير بالطريقه بالقاعده تاعو. هنايا هذه الحبه تاعي صغيره، من الاحسن لازم تكون شويه كش ما عندكم فنجان ولا حاجه تكون القاعده تاعها. انا نخليها انا دوك شويه ونزيد نعاود نعدلها. نكمل بنفس الطريقه، ندير كميه. هنايا فيها غير شيكولا دوك كيما نقولوا ما تطولش وتتماسك. هنا تكونوا شويه بالطريقه هذه سريعين في المرحله هذه. هنا بعد ما عمرت المول تاعي بالطريقه هذه نخليه، لانه الشوكولا ما فيه لا حتى حاجه دوك تلقائيا تجمد. هنايا ذوبت هاد الحلوه اللي تشوفوا فيها، هي بعد فيها تشوفوا فيها فول سوداني يعني الكاوكاو. هنا ندير كميه، نحاول نتعامل. هنا ما زدت لها حتى حاجه، ندير كميه في الوسط. اي تلقائيا دوكا كي تبرد تعاود تحكم روحها. نحاول نرفد بكل سهوله، يعني غير بشويه باك نعرفوا كيف نتعاملوا معاه. ماهي شي حاجه يعني صعيبه. الطريقه هذه. هنا دائما بنفس الطريقه حتى نكملوا نعمروها. وجانا يتسمعكم في صوتها ساعات
تبدا تعيط. هنا الكميه والمول ثاني على حسب الرغبه. كاين يعني الكبير تقدروا تبغيو ديروه كيما نقولوا حبه تكون كبيره بزاف. هو من الاحسن هذه باش حتى وليداتنا كي ياكلوا حبه ما يخليوش. الطريقه هذه نكمل. كتشوف فيها شويه لصق بصح تلقائيا تعاود تتسطح في الحبه. وهنا قلت لكم دائما الكميه تقدروا تحكموا فيها نتوما واش بغيتوا. ذوبوا الكميه كما نقولوا صغيره وتحكموا قال قداه بغيتوا ديروا كي تعود عندكم حفله ولا، وتحكموا نتوما على الكميه. هنا تستعينوا دائما بزوج مغارف لانه شويه تلصق، وما بغيتش انا تعمدت لانه هي تلقائيا طريه بمجرد ما نحيتها من كيما نقولوا من هذا تاع الحلوه من الكارت تاعها طلقت روحها. ما بغيتش نزيد لها كميه باش ما تزيدش تولي ترجع سائله. انا هكا باش نخليها كي تبرد تولي تتعلك لداخل ما تجيكمش سائله. الطريقه هذه نكمل ومن بعد نغطي. اذا بغيتوا تقفلوها كيما نقولوا من نفس هذا اللي خدمت به، هذا الارز اللي مغطي بالشيكولا اللي مغلفته كانت شيكولا، ولا غير تقفلوها عادي بكميه من الشيكولا. دائما بالطريقه هذه نكمل هكا. يعني ماهيش صعيبه بزاف، يعني في عشيه حتى بنياتنا صغار سيرتو كيما نقولوا حوايج كيما هادو من الاحسن ندخلوا بنياتنا للكوزينه هكا يتعلموا. هنا بعد ما كملت عمرتها بهذيك الحلوه تاع الكراميل. هنايا كنت تشوفوا فيها يعاود تجمدت، نعاود نقفل بكميه من الشوكولا بالطريقه هذه عادي. يعني طريقه سهله. وهذا اللي خدمت به يعني حبته متوسطه مليحه، ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره. الطريقه هذه نغلق. ودائما نقول لكم نوعيه الشيكولا تاعكم تلعب دور كبير كي تعود مليحه. حاولوا انكم تستعملوا نوعيه تكون جيده، مش شرط تكون غاليه بصح دائما تكون بنينه. نغلقوها بالطريقه هذه باش الحلوه تاعنا ما تبقاش كون ننزعوها بالطريقه هذه تحطوها هي جمدتها بالطريقه عاودت تحكمت. هاني كي نمسها ما تلصقش بصح من الاحسن حنا نغطيوها تكون خدمتنا نظيفه. الطريقه هذه كميه بك نغطيو بها نغلقوا بها باش كي ننزعو تجينا خدمتنا نظيفه. وهنايا المرحله هذه نحطوها دائما في الثلاجه ولا في المجمد باش تجينا عمليه النزع تاعها تجيكم سهله. الشيكولا تاعكم تعاود تنشف وتجي سهله بالطريقه هذه. انا نحطهم اولا يجمدوا ونعاود نرجع نعت لكم كيفاه ننزعوها، نشوف كيفاه ننزعوها مع بعضنا باش لانه بزاف تجيني اسئله يقول كيفاه نحيتيهم من المول ما نعديناش كيفاه نحيتيهم. حاولي انك تنزعيهم قدامنا. نحطهم اولا في المجمد يحكموا رواحهم ونعاود نرجع ننزعوهم مع بعضنا. حنا بالطريقه بعد ما حكمت الشيكولا تاعي جمدت بكل سهوله يعني نقدروا ننزعوهم. هاو الشكل نتاعهم يعني حتى الذوق يجيو ما شاء الله. يعني تقدموا في الحفلات للاطفال قلت لكم يجيو روعه. هنا التزيين بدون حتى وما تزينوهم بالطريقه هذه يجيو الشكل تاعهم منظر. هذه هي الحلوه تاعي تاع نهار اليوم. انا نكمل نشوف ترى كيفاش نزينها ونشوفوها في صحن تقديم. هذه الحلوه تاعي تاع نهار اليوم. الحلوه الشوكولا بالارز. هي نوع من انواع الكورني فليكس اللي يديروها الفطور تاع الاولاد الصباح. باش بزاف كاينه ناس تقول لك ما نعرفش واش هو هذا واش يستعملوه. هو عباره عن كورني فليكس يستعملوه الفطور تاع الصباح، يديروا له الحليب سواء سخون ولا بارد يعطوه للاطفال. هنايا الذوق تاعها جا ما شاء الله
قلت لكم دائما تستعملوا نوعيه الشوكولا مليحه. الداخل تقدروا حتى تعوضوا اذا ما لقيتوش هذا الكراميل هذا، تقدروا تعوضوه بالكابريز العادي تذوبوها، تقدري تعوضيها عادي. هنا نقسم لكم اولا حبه تشوفوها، هي صدقوني من فوق اكو تسمعوا فيها تجي تتقرمش، ومن داخل تجي تتعلك الحلوه. راني ما زدت لها حتى حاجه، ذوبتها عادي. هي كي تشوفوا فيها هي تتعلك لداخل. نحاول نقسمها، اكو تشوفوا فيها هي قلت لكم تجي تتقرمش، ومن داخل اكو تشوفوا في الحلوه تاعها كيفاه تتعلك، تبقى تتعلك يعني راهي ما تطرش. وانا راني ما زدت لها حتى حاجه باش تكونوا على بالكم، ما تزيد لها حتى حاجه، ذوبتها عادي وحدها في الميكرووند ولا في حمام مائي. صدقوني الذوق تاعها ما شاء الله. ميم هذا الارز يبقى كيما نقولوا يتقرمش، ما يجيش يطرى ولا تلقاوه طري لداخل، يبقى حاكم القرمشه تاعو. هنايا دائما نحاولوا نبسطوا لكم الوصفات، وقلت لكم هذا الثمن تاعو ثاني الارز راه الثمن تاعو رخيص ماهوش غالي بزاف. تقدروا كيما نقولوا فيه تستعملوه كيما نقولوا الحفلات، مناسبات هكا تاع كيما نقولوا اي حفله كيما نقولوا تاع نجاح ولا اي حاجه بصفه عامه. المهم قلت لكم تقدروا تعوضوا هذه الحلوه بحلوه الكابريز. هذه هي الحلوه تاع نهار اليوم. راني دائما نقول لكم دعموا القناه، لانه راني مؤخرا راني نشوف ما كانش تفاعل مع الفيديوهات تاعي جدد، لانه مع اني نجيب لكم وصفات جدد راني نحاول ما يكونش تكرار في الوصفات، وتكون حتى وشكلا جيبوه لي نتوما، بصح ندير لكم الوصفه من عندي. بارطاجيو لي فيديو هكا باش يستافدوا بزاف البنات الماكيتات في البيوت، يستافدوا كيما نقولوا اللي باغيه تخدم. بارطاجيو لي فيديو دائما باش الناس تتعرف على القناه. دائما نقول لكم ما تنساوش كي تجربوا الحلويات تاعكم تعطوني الاراء تاعكم، وتكتبوا لي دائما تعليق على كل حلوه اللي تجربوها وش رايكم فيها. ما تنساوش دائما الوصفات تاعي راح تنزل تدريجيا في موقع كوكبار على الصفحه تاعي بربي ان شاء الله. حتى الوصفات القدم بربي ان شاء الله كل مره ننزل لكم كيما نقولوا حلوه من الحلوه اللي راني نقدم فيها. دائما نقول لكم تاكلوها بالصحه والهنا، وانتظروا مني الجديد ان شاء الله.